لو بتفكر تغير موبايلك مع بداية السنة الجديدة يبقى ركز معايا كويس، لأن الفيديو ده مش مجرد ترشيحات، ده خريطة كاملة للموبايلات اللي نزلت في 2025 حسب السعر والكاميرا والأداء والتصميم وكمان القيمة اللي هتاخدها مقابل فلوسك. وكل الموبايلات اللي هنتكلم عنها في فيديو النهاردة نزلت رسميا في الوطن العربي، والترشيحات دي بعد ما عملت مقارنة شاملة بين كل الموبايلات اللي نزلت في 2025. ولازم تعرف إنه ده مجرد رأي شخصي، فأنت لو في موبايل مش عاجبك أو في موبايل شايفه أحسن من اللي أنا هذكره في الفيديو ده اكتب لي في الكومنتات، وخليك معايا للآخر علشان في موبايل واحد بس هو فعليا الأفضل في 2025. يلا حضر حاجة سخنة تدفينا في الجو ده ويلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ يا صديقي، احنا خلاص بنخلص 2025، فعايزين قبل 2026 نوصل ل 1000 سبسكرايب. فطبعا انت لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب دلوقتي واعمل لايك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. نبدأ بأكتر فئة الناس بتشتري فيها وهي الفئة المتوسطة. سنة 2025 شهدت منافسة شرسة في الفئة دي، لكن من رأيي الشخصي هو جهاز واحد بس اللي قدر يحافظ على التوازن بين المواصفات والسعر، والجهاز ده هو سامسونج جالاكسي A36 مش A56. هتقول لي ازاي ده ال A56 اعلى من ال A36؟ لكن انا شايف ان ال A36 بيقدم مواصفات قدام السعر فعلا تستحق انه يكون احسن موبايل فئة متوسطة. الموبايل ده بيقدم اداء ثابت ومناسب للاستخدام اليومي، شاشة ممتازة بجودة الوان معروفة من سامسونج، بطارية كبيرة مع شحن سريع، مع تجربة استخدام مستقرة بدون مشكلة واضحة. واللي يخليه اختيار السنة فعلا هو سعره المنافس جدا مقارنة بالامكانيات، خصوصا مع عروض التقسيط الطويلة اللي خلت الفئة دي في شريحة كبيرة قوي من الناس بتشتري فيها. فبالنسبة لي ال A36 هو افضل موبايل فئة متوسطة في 2025. نروح بقى للفئة الاقتصادية وهي فئة اللي تحت 10000 جنيه. انا بصراحة مش هرشح موبايل واحد، انا كنت عامل فيديو مخصوص عن الفئة دي، هسيبهولك في الاي اللي فوق او هسيبهولك في وصف الفيديو تحت. عملت لك مقارنة بسيطة لو انت حابب حاجة معينة على حساب حاجة، كل موبايل بيقدم حاجة غير الموبايل التاني بيقدمها، عشان في الفئة دي صعب تلاقي موبايل متوازن بيديك كل اللي انت عايزه. فانت مثلا لو عايز البطارية هتروح لموبايل معين، لو عايز الشاشة هتروح لموبايل، او عايز الكاميرا هتروح لموبايل، وهكذا. في الفيديو انا شارح لك كل حاجة. ندخل بقى على اكبر تطور حصل لموبايل في 2025. اكبر قفزة وتطوير السنة دي كانت بالنصيب الايفون 17، وده بسبب مجموعة تحديثات مهمة عن الايفون 16. كاميرا سيلفي جديدة بدقة اعلى وبزاوية اوسع، شاشة اكبر بمقاس 6.3 بوصة من 6.1، واخيرا بعد عناء مع ابل 120 هرتز في الايفون العادي، وكمان الشاشة بسطوع بيوصل ل 3000 نتس، وكمان بداية مساحة التخزين السنة دي 256 مش 128، وكمان حصل تحسين واضح في الشحن والبطارية. والتغييرات دي خلت الايفون العادي يقرب من البرو اكتر من اي سنة فاتت. ندخل بقى على افضل كاميرا موبايل في 2025. طبعا كلكم فكركم هيروح للايفون 17 برو ماكس او للاس 25 الترا، لكن بالنسبة لي موبايل واحد كان فعلا تجربة استثنائية السنة دي هو الأوبو فايند اكس 9 برو. الموبايل ده بيقدم نظام كاميرات متكامل خاصة مع الشراكة اللي مع هاسلبلاد، معالجة ألوان دقيقة، كاميرا تليفوتو 200 ميجا بكسل، جودة صور فعلا روعة في أي ظرف من ظروف الإضاءة. في التصوير الفوتوغرافي تحديدا هي التجربة الأفضل في 2025، لكن يظل الآيفون متقدم بخطوتين 3 في تصوير الفيديو، لكن كصور عادية الموبايل ده كان استثنائي. نروح بقى لأفضل قيمة مقابل سعر في 2025، خاصة في الفئة دي أنا بدور في موبايلات الفلاج شيب كيلر. فالموبايل اللي لفت انتباهي فعلا هو الوان بلس 15. الموبايل ده بيجي لك بأقوى معالج من السناب دراجون، بطارية ضخمة 7300 ملي أمبير، شحن 120 واط، وسوفت وير سريع وسلس. كاميرا طبعا مش الأقوى في فئته، لكن بقية التجربة خلته واحد من أفضل موبايلات الفلاج شيب كيلر في 2025. ومن رأيي لو عايز موبايل فلاج شيب ومش همك الكاميرات دور على الموبايل ده لأنه سعره فعلا روعة. كان نفسي أختار لك السنة دي أفضل تصميم في 2025. انا عارف طبعا مش فارق معاك اصلا لانه التصميم ده بيبقى راي شخصي، انا يعجبني الموبايل انت ما يعجبكش وهكذا. وكنت محتار خاصه انه كمان نزل الايفون اير وفعلا كان حجمه وشكله روعه والرفع بتاعه مش طبيعي، لكن بصراحه كان في شويه مشاكل في الموبايل ده. لكن بصراحه ما فيش موبايل جذب انتباهي من حيث التصميم السنه دي. نيجي للاختيار اللي ينفع ترشحه لاي حد. الموبايل اللي انت بترشحه اللي عايز تصوير، اللي عايز اداء، اللي عايز سلاسه، اللي عايز كل حاجه هيلاقيها في الموبايل ده. طبعا هيجي في بالك الايفون 17 برو ماكس او الايفون 17 العادي بعد الكلام الكتير اللي بقوله، او للاوبو فايند اكس 9 برو. لكن بالنسبه لي موبايل السنه هو الاس 25 الترا. ليه بقى بالنسبه لي موبايل السنه؟ تجربه مستقره وكامله، اداء قوي وتحديثات لحد 7 سنين تقريبا، كاميرات ممتازه للصور والفيديو، خدمة ما بعد البيع قوية جدا في الوطن العربي، تسعير مميز وقريب من السعر العالمي خاصة مع عروض التقسيط اللي بتقدم عندنا في مصر. هو ممكن ما يكونش مبهر لكن هو الاختيار المضمون في 2025. موبايل بالنسبة لي مفهوش غلطة، وأي حد بيسألني عن موبايل
وما يهموش تجربة الفيديو بالذات، برشح له الاس 25 الترا. ودي كانت اهم واقوى ترشيحات للموبايلات في 2025 من حيث كل فئة. قول لي في الكومنتات انهي اختيار عجبك وانهي موبايل كنت شايف انه يستحق يدخل القائمة. وطبعا لو الفيديو عجبك ووصلت معايا لحد هنا، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وشدوا حيلكم معايا، عايزين نوصل ل1000 مشترك قبل نهاية السنة. سلام.